السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهارده كده مع بعض هنعمل وصفة بجد هتبهركم يا جماعة. هنضيف الجزر في المية المغلية والنتيجة بجد عايز اقول لكم حلوة قوي قوي فوق ما تتخيلوا. نبدأ كده على طول ونشوف هنعملها مع بعض ازاي، بس يا ريت قبل ما نبدأ ادعمونا كده بلايك حلو منكم. اول حاجة هحط كده معايا على النار حوالي كده لتر من المية، هخليه يغلي معايا على النار. ودلوقتي هحتاج كده معايا كيلو من الجزر، طبعا هغسله وانضفه كويس جدا واقشره زي ما انتم شايفين كده. بعد ما اقشر الجزر في المرحلة دي كانت المية معايا بدأت تغلي على النار، هبدأ اضيف فيها الجزر مباشرة. وهنا انا عايزة الجزر يتسلق معايا تماما، لازم نتأكد ان هو استوى. هتشوفوا دلوقتي شكله بيكون عامل ازاي بعد ما يتسلق. طبعا حطيت كمية الجزر بتاعتي كلها وطبعا غطيتها وسبتها لما تتسلق واوريكم دلوقتي شكلها. المرحلة دي الجزر استوى معايا تمام، بختبره كده بشوكة او بسكينة وابدأ اشوف الجزر. لو استوى معايا بقى هو كده جاهز معايا. هنبدأ نعمل ايه بقى؟ هنبدأ نصفيه من ميته تماما ونحطه كده معانا في الكبة، وممكن تضربيه في الخلاط، مش شرط كبة خالص. ما دام اتسلق هيتفرم معاكي كويس جدا. اهم حاجه بقى ان الجزر لازم يكون مفروم ناعم جدا، يعني تفرميه كويس جدا في الكبه، وبما انه سخن فبيتفرم معاكي كويس قوي، بيكون كريمي وناعم بالشكل ده. ودلوقتي هنجيب معانا كده برتقانه، استخدمت البرتقان اللي هو بسره. تمام، هناخد كده القشره الصفراء بس. خلي بالك انا بوريك هنا ما بناخدش القشره البيضاء لان طبعا بتكون ممرره معانا. واخد كده عصير برتقانه كامله. ميكس الجزر مع البرتقان ده عايز اقول لكم بجد تحفه. هنضيف دلوقتي كده عليهم كوبايه الا ربع من السكر وكوبايه من النشا يا جماعه اللي هو الكورن فلاور. واضيف طبعا عليهم الفانيليا، بتدي نكهه حلوه قوي قوي. وهنبدا بقى نقلب الخليط بحيث ما يكونش فيه اي تكتلات نهائي. ودي خطوه مهمه جدا جدا. قبل ما ارفعه على النار لازم اتاكد ان النشا دابت معايا تماما. هقلبها بقى بالشكل ده واوريكم دلوقتي شكلها. ده كده القوام المطلوب، كده مظبوط جدا. نرفعها بقى في المرحله دي معانا على النار، وبكده عمرها ما تكتل مننا. اهم حاجه بقى اول ما نرفعها على النار تقليب مستمر. طبعا يا جماعه لو لاحظتوا ان كميه النشا كتيره، انا عايزاه طبعا ايه القوام يكون متماسك شويه، عشان هنشوف دلوقتي هنعمل بقى ايه بالظبط. اهم حاجه المرحله دي بتاخد مننا وقت شويه، هتفضلي تقلبي لحد ما توصلي للمرحله دي، تتاكدي ان هي بقت متماسكه واتلمت معاكي كده ايه شبه زي العجينه. هنجيب بقى معانا كده صينيه بايركس او حتى المونيا، مش شرط خالص صينيه بايركس، اي صينيه متوفره عندك. حطيت كده فيها بس معلقتين من الميه وكبيتهم تاني عشان لما احط الخليط اعرف اطلعه من الصينيه سهل جدا. بسوي الخليط معايا بالشكل ده وبستناه لما يبرد، وبعد كده بغطيه بكيس تلاجة زي ما انتم شايفين كده، وادخله معايا التلاجة بحيث يتماسك معانا. بياخد بقى ساعتين 3 زي ما ياخد براحته خالص، المهم يكون متماسك معاكي بالشكل ده. هبدا دلوقتي اخرجه كده من الصينيه بسباتيولا كده او بمعلقه، تبداي تنزليه بالشكل ده، بينزل سهل جدا طبعا، ما بيمسكش في الصينيه ولا اي حاجه. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. وبعد كده هنبدا دلوقتي نقطعه مع بعض. هنقطعه كده مربعات صغيره بحيث كل واحد كده لما ياخد القطعه كانه مثلا واخد قطعه حلوى صغيره، فبيكون شكلها حلو قوي قوي. قطعتها كده الاول بالطول وبعد كده اقطعها كده معايا ايه بالعرض. ما شاء الله عايز اقول لكم وصفه خرافه. طعمها يا جماعه والله العظيم كده حلو قوي قوي. ان شاء الله هتجربوها، انا متاكده هتعجبكم. كده خلاص بعد ما خلصت الكميه بتاعتي كلها هجهز كده معايا جوز هند. هنغلب بقى الحلوه بتاعتنا كده بجوز الهند، وكده خلاص هي جاهزه معانا تمام. بألف هنا وشفا بجد لما تجربوها، متأكدة هتعجبكم جدا جدا. شايفين الجمال؟ طبق حلوى يعتبر تكلفته بسيطة جدا، وما شاء الله طعمه حلو قوي قوي. وصفة لذيذة عايزة اقول لكم هتشرفكم بجد في العزومات. بكده وصفتي النهارده تكون خلصت. اتمنى تكون عجبتكم. يا ريت طبعا لو عجبتكم تدعموا الفيديو باللايك والشير، واشوفكم على خير.